السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل طاجن مسقعة. هعمل لك حتة طاجن مسقعة هيعجبك جدا وهتقومي تعمليه على طول. بص، انا معايا البتنجان الرومي ومعايا الفلفل وقوطة وبطاطس ومعايا توم، وهقول لك هنعمل ايه دلوقتي. زي ما انت شايفة كده كل حاجة فريش وطازة. اول حاجة هجيب البتنجان واقطعه، ولو عجبتك وصفتي اوعي تنسيني بالاشتراك واللايك وكومنت حلو كده منك ليا. بصي، بقطع البتنجان بالشكل ده، ولازم يكون البتنجان فريش وطازه زي ده كده، ما يكونش مبذر. هتعرفيه ازاي؟ اما تلاقي البتنجانية بتلمع قدامك وخفيفة يبقى هي كويسة، انما البتنجانية الدبلانة واللي تلاقيها تقيلة قوي دي يبقى بطنها مبذر. بصي، دي بتنجانة معايا فريش وجميلة، وقطعت الكمية دي. هتقطعيه بالشكل ده كده، ولو انت عايزة تشيل القشر كله ممكن تشيليه كله عادي. وقطعناه بالشكل ده كده، وهجيب بقى معايا مصفى كده حلوة زي دي، وهحط الكمية دي في المصفى، وهنزل عليها برشة ملح عشان تنزل المية بتاعتها، عشان معاكي ما يشربش زيت كتير. وهجيب بطاطاية كده فريش حلوة زي البطاطاية دي كده واقطعها، هعملها صوابع. تمام كده قشرتها، هخرطها بقى. هعملها صابع بس مش هعملها رفيعة قوي، يعني بالمقاس ده كده. وقطعت بطاطستين، حطيتهم بقى في مية وملح وشوية خل، وهسيبهم شوية على جنب. تمام كده. تعالي بقى نقطع الفلفل الحامي بتاعنا الجميل ده. بصي، هتعملي كده الفلفلية كده وهتشيل الزقم منها كده بالطريقة دي. تمام كده. وهنقطعه بقى، هنقطعه زي البطاطس بالظبط. ولو انت حابة تعمليه قطع صغيرة ممكن تعمليه حسب رغبتك. وهعمل معاه واحدة تانية. طبعا انا جايبة الفلفل الحامي. لو انت مش عايزة الفلفل الحامي ممكن تعملي فلفل رومي ما يبقاش حامي. ومعايا بقى طاسة كده فيها زيت سخن، وهنزل عليها بالبتنجان. طبعا انا غسلته من الملح الاول. ومعايا بص اللون الذهبي الجميل ده، بص الشكل الجميل ده. عايزة اقولك ريحة البتنجان جميل جدا، هتعجبك وصفتي وهتقومي تعمليها دلوقتي على طول. وانا كده عايزة شكل البتنجان كده بالطريقة دي، نفس اللون ده كده الذهبي الجميل. وطبعا هحمر الفلفل بس مش هحمره قوي، يا دوبك يدبل معايا كده بس. وهنزل كمان بشوية، مش هنحمر الفلفل، لا هنخليه دبلان بس. وحمرت البطاطس، وادي شكل البتنجان والبطاطس والفلفل معايا. تعالي بقى نعمل الصلصة. طبعا معايا القوطة الفريش الحلوة بتاعتي دي، هخرطها. تمام كده. وهنزل بقى عليها في الخلاط وهعملها. ومعايا طاسة حلوة وهنزل عليها بشوية زيت، ومعايا فصين توم بالشكل ده كده، هديله تحميرة. وهنزل عليه بمعجون صلصة، معلقة صلصة كده الأول، تنزلي عليه وتقلبيه. يا جمال. وبص شكل الصلصة والتومة، بسم الله ما شاء الله، شكلها وريحتها ما اقولكيش. تنزلي بقى بالصلصة بتاعتك الجميلة اللي انت عاملاها. تمام كده. تعالي بقى نجهز البتنجان. معايا طاجن حلو زي ده كده، هرص البتنجان فيه. ممكن تعمليه في الحل عادي حسب رغبتك،
وادينا رصيت البتنجان والفلفل وايه والبطاطس. طبعا الصلصة كده خلصت معايا، مش سبكة قوي. هنزل بشوية شطة وشوية كمون وشوية ملح، وهنزل بقى ايه بالصلصة كده ايه في الطاجن بتاعي الحلو ده، وهدخلها بقى الفرن. وده كان شكله معايا، بصي، تحفة، ريحة وشكل وطعم بسم الله ما شاء الله ما اقولكيش، وريحتها جميلة. بصي البتنجان والبطاطس والحاجة دايبة معايا، دايبة دوب كده من حلاوتها وطعمتها.